يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. القرآن الكريم من القاهرة. رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب والقرآن. رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، والقرآن بالنور جئت وبالسرور، ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان. بالنور جئت وبالسرور. صباح الخير يا شباب، يعني مش صباح الخير قوي، ومساء الخير لان الساعه داخله في 9. انا لسه عامل كوبايه نسكافيه، فبجد من اكتر الحاجات المواضيع اللي انا شايفها مهمه جدا 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 وعايز اتكلم عنها هي فكره انك بتقعد طول الوقت تجلد في نفسك، تقلل من نفسك، تيأس نفسك، تكسل نفسك. بص، كل الحاجات دي لها معنى واحد، ان انت بتقعد تقلل من نفسك، بتقعد تقلل من الحاجات اللي انت مش عارف تعملها، بتقعد تذكر دايما التقصير اللي انت بتعمله، وده غلط. اوعى يعني. بص، عايزك تقتنع ان مفيش حد حياته ماشيه 100%. ممكن واحد يكون بيبين لك يومه، يعني هو 1,000,000% في ايام مش بيظهر ليك بيبقى واقع. بس الغلط مش الغلط انك تقع، الغلط ان انت تتمادى في الوقوع. انت وقعت قوم، وقعت قوم، وقعت قوم. يعني انت مثلا عملت ذنب، مش الغلط مش ان انت تعمل الذنب، الغلط ان انت يعني نفسك اماره بالسوء. يعني بص، انت بتحاول تجاهد نفسك جدا ان انت بتعيش في الذنب، بس لو وقعت لازم تدوب، تسارع في التوبه. لو انت وقعت في الكسل، لو انت وقعت في اليأس، لو انت وقعت في ان انت بتقلل من نفسك، الغلط ان انا اقعد اذكر الحاجات دي لنفسي. انما الصح ان انا اقعد خير، الحاجات دي خير باذن الله، وان انا اقوم تاني، ان انا اكمل تاني. انما فكره ان انا اقعد ايأس في نفسي، اقعد اقول ده ليه انا وقعت يا ابني؟ ما هو انت طبيعي، لا طبيعي هتقع. ما فيش حد حالته ماشيه 100% على طول بيرفكت. انت لازم هتقع، لازم هتقع وتقوم، لازم هتقع وتقوم. بس الغلط ان انت تتنيك واقع، الغلط ان انت ما تحاولش تقوم. وان من اكتر الحاجات اللي انا بشوفها ان احنا بنقعد نيأس نفسنا، ونقعد يعني بص نجلد نفسنا حرفيا. عارف اللي هو فكره جلد الذات؟ انت بتجلد ذاتك. ليه بقى؟ لان انت وقعت مره يا عم، ماشي، بدل ما تقعد تجلد في نفسك، لا قوم. شوف السبب اللي يخليك تقوم، شوف ايه ممكن يغير لك الحته دي وتقوم تاني. انما فكره ان انت تنيك قاعد، خلاص انت كده غلط. فبجد حاول ان انت تقوم تشتغل. وبما اننا يعني في شهر رمضان، فبجد عايزك حاول تقرب من ربنا جدا، حاول تقرب من ربنا جدا. بس انا يعني بص، هي الكلمه دي بقى بص هتدخلك في حاجات كتير بقى. حاول بجد قرب يعني. لو ما بتصليش يا اسطى صلي بجد. يعني انت لو تشوف الفيديو بتاعي دلوقتي وانت ما صليتش، لا اقفل الفيديو روح صلي. ولو حبيت تيجي تشوف الفيديو تاني يبقى تعالى شوف. كان في ناس كتير سالتني ازاي يعني انا ببقى يوم ماشي في رمضان وكده. بجد يا جدعان، يعني من النظام ده انا ممكن ما يكونش حلو مع ناس كتير. بس انا هقول لكم نظامين يعني. بص، اللي يعجبك بقى فيهم، وهقول لك برضه انا ماشي، انا يعني النظام اللي انا ماشي بيه هو النظام ده.
اللي هو ايه، انا مثلا ببدأ يومي مثلا بعد التراويح، ممكن الساعة مثلا 9، الساعة 10، الساعة 11. بص اللي هو ايه، في الوقت ده يعني بعمل بقى سواء قهوة سواء أي حاجة يعني. بص اعمل أي شاي، اعمل أي حاجة أنت عايز تشربها يعني، عشان بص اعمل أي حاجة تشربها المهم يعني. وبعدين بتبدأ بقى يومك لحد مثلا السحور. تاخد الفترة دي اللي هو ايه، تخلص الحاجات اللي وراك. وبعدين تيجي يعني تتسحر وتظبط تروح تصلي الفجر، وبعدين تيجي تنام. تصحى مثلا، ما تصحى تصلي الظهر. تاخد اللي هو من بين الظهر والعصر ده تاخد وردك. ممكن تاخد وردك مثلا تسمع حلقة حاجة انت عايز تسمعها. وبعدين بقى تاخد يعني انا باخد الوقت التاني ده ممكن مثلا انزل اتمشى. وبص بقى، لان انا بحب اتمشى يعني، فباخد كتاب مثلا، سواء بقى باخده PDF على التابلت، سواء بص تاخده كتاب مثلا عندك اللي انت عايزه يعني. وبنزل بقعد اقرا شويه يعني. بحب اقرا جدا يعني. الواحد كان الاول مش بجد مش اللي هو قد كده، بس دلوقتي بقيت بحب ان انا اقرا بجد، سواء بقى يعني بص اي كتب انت عايزها بقى يعني، على حسب الحاجه اللي انت عايز تقراها. وبحاول بقى ايه، ان انا يعني اجي مثلا قبل المغرب بشويه وبس يعني. هو ده يعتبر يومي يعني ايه، بيخلص كده. في نظام تاني برضو ممكن ناس تانية كتير يعني يعجبها النظام ده. فكره ان انت لما بتيجي مثلا تتسحر، بتشرب لك كوبايه قهوه مثلا، وتروح جاي بادئ وتنيك مثلا تذاكر من بعد الفجر لحد الظهر. وبعدين بتاخد يومك بقى بقيته مثلا اللي هو تقرا اوradك وكده، وبص حاجات بقى بتاع رمضان كده. وتيجي مثلا بعد التراويح ولا كده، بتنام بقى اللي هو ايه، بتنام عشان مثلا تصحى قبل يعني اللي هو وقت السحور، قبل السحور بشويه. تبدأ بقى عشان تبدأ يومك من بعد الفجر. بس يعني هو ده النظام التاني. فبص على حسب النظام بجد اللي يعجبك. بس انا بحس ان انا مرتاح في النظام ده. انا بحس ان انا ايه، بحب ان انا اشرب اي حاجه وانا بذاكر كده تفوقني. فانا بحب النظام يعني الاول اللي انا قلت لكم عليه. فبس كده يعني، انا ورايا شويه مذاكره، فخلونا يعني نروح نبدأ بقى عشان ايه ما نضيعش وقت كتير. وانا مش عارف يعني بص انا حاسس ان انا كأني بتكلم في بودكاست يعني بالمايك ده. بس بجد يعني بكسل الصراحه ان انا اقعد بقى يعني احطه هنا. ومن اكتر الحاجات يعني، بص قبل ما اقول لك، بس حاول تشغل راديو جنبك يعني، بجد بجد. حاول تشغل راديو جنبك، هيفيدك جدا جدا يعني. بص الراديو بص حاجه جامده. فبس كده يعني، انا ورايا شويه مذاكره. سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. عاملين يا شباب يعني، انا نزلت دلوقتي اتمشى شويه عشان عايز اقرا. الساعه دلوقتي تقريبا داخله في 5. فبجد يعني ايه، الجو جامد. فخلونا يعني ايه نبدأ نقرا لنا شويه، وبعدين بقى نرجع نتكلم. يلا بينا. أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. عاملين يا شباب يعني، انا دلوقتي مروح فخلصت القراءة الحمد لله. فبجد يعني من اكتر المواضيع اللي حابب اتكلم عنها، وهي موضوع جامدة جدا جدا، هي فكرة ان انت مش كل راحة في حياتك هتبقى راحة، وهتبقى بالنسبة لك دي هتخليك توصل لحاجة. اوقات كتير بتبقى حاجات كتير في حياتنا بنحاول نعملها ومفكرين ان هي راحة، هي بتكون اصلا يعني بص اكتر فشل في حياتك. ومن الحاجات دي بقى يعني هو بص حاجات كتير جدا جدا. واولها ان احنا لما مثلا بيبقى علينا حاجة بنزهق منها، بتبقى المفروض لازم
ممكن نعملها ونشتغل فيها بنسيبها ونقول يعني نخش مثلا على السوشيال ميديا ونسيب الحاجه دي زي اللي انت ايه عارف فكره لما انت مثلا تسيب الحاجه اللي وراك، المذاكره اللي هي بتبقى ممله جدا جدا، سواء بقى اي حاجه انت بتعملها ممله جدا وان انت بتشتغل عليها نفسك وبتتعب فيها، وتروح جاي فاتح المنصات، سواء بقى فيسبوك سواء انستجرام سواء تيك توك، وتقعد بقى ايه ان انت تنيك قاعد شغال بتقلب بتضيع من نفسك حرفيا وبتضيع من حياتك في حاجات تافهه ملهاش 60 لازمه. لقيت ان احنا يعني كلنا بمعنى ان احنا مفكرين ان احنا كده اصلا بنرتاح، لقيت ان انت كده بالنسبه لك الفتره اللي انت هتبقى عايز ان انت تخلي نفسك مرتاح فيها انت كده بتضيعها. يعني انت بالنسبه لك المفروض هتتعب شويه في فتره الجامعه فتره الكليه، اللي انت ايه عشان تحاول ان انت تبقى تخلي نفسك حاجه تشتغل فيها ربنا يكرمك برزق وكده. انت لما بتعمل بقى ان انت تاخدها راحه، انت حرفيا هتيجي فتره المفروض الفتره اللي انت بقى انت مستريح شويه، يعني انت معاك ربنا كرمك شغل او بوزيشن مكانه كويسه، تلاقي نفسك انت بتضيع نفسك اصلا وفي حاجات ملهاش 60 لازمه، والوقت بقى اللي انت ضيعته ده هتتحاسب عليه بقى دلوقتي. اللي هو ايه فكره ان انت ضيعته ماشي، بس انت شوف بقى انت هيحصل لك ايه في الفتره دي. انت هتتعب جدا جدا، تلاقي غيرك مش بيتعب زيك نفس التعب بس بيتقدر يعني ماليا او ماديا بيتقدر جدا، وانت تلاقي نفسك بقى ساعتها زعلان جدا جدا وتقول يعني ليه انا مثلا ضيعت الفتره دي، ليه انا استغلتها في ان انا اضيع وقتي وافتح ريلزات. يعني انا كنت سمعت الشيخ علاء حامد بيقول لك ايه، يعني انت بدل ما تقعد تعمل سكرولنج كده انت لا بتروح جاي عامل ايه، تروح جاي عامل على الزرار اللي تحت اللي هو الباك ده اللي هو يطلعك من الحاجه ده. بيقول لك ان الحركه دي اقل حاجه مثلا هتوفر لك 4 ساعات في يومك. لا احنا معانا مش 4 ساعات، انا حرفيا متاكد ان انت ممكن تكون مضيع يجي 7 ساعات في يومك او اكتر في حركه تافهه زي دي. بجد ليه مش عارف والله، يعني احنا الحاجات دي مش عارف ليه احنا عارفين ان هي بتضيع وعارفين ان هي مش ما فيهاش فايده خالص، ان انت بتتعرض لمجتمع بجد مجتمعات كتيره مختلفه جدا جدا عنك، وهي اصلا ما فيهاش اي فايده، حرفيا ما فيهاش فايده غير ان هي بتضيعك، هي مش بتفيدك باي حاجه. فبجد يا جدعان يعني الحته دي كنت عايز اتكلم فيها جدا جدا، فيا ريت يعني اكون قدرت اوصل لكم الفكره دي وتكونوا فوقتوا شويه من اللي انتوا بتعملوه بجد يعني. فبجد يعني يا جدعان فوقهم بجد والله، يعني ما حدش هينفعكم ولا الحاجات اللي انتوا بتعملوها دي، الريلزات دي هتنفعكم باي حاجه خالص غير ان هي تضيع لكم وقتكم بلا اي فايده خالص. ففوقهم وحاولوا تشوفوا مصلحتكم فين وتقوموا تشتغلوا. يعني بجد والله المفروض النهارده 9 رمضان او 7 او 8 حاجه زي كده، المفروض ان انا اصلا مصور الفلوج يعني بدايته من 2 رمضان، بس بجد بص الله ايه الكسل بيجي لك وتلاقي نفسك بقى اتشغلت حاجات كتير تانية. فبس كده يعني انا رايح دلوقتي بقى المغرب الساعه بالظبط كام، الساعه تقريبا 5:46 دقيقه، فحالا يعني ان انا المغرب حالا تأذن. انتظرونا بقى الفلوج الجاي ان شاء الله، فسلام.